اهلا بيكم في فيديو جديد. وزي ما اتعودنا قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتشاركوني بكومنتاتكم عشان نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس. وهنبدأ فيديو النهاردة من مدينة كنداك اللي كان بيحكمها حاكم ظالم، وكان بيستعبد شعبه والناس الموجودة معاه، وطبعا كان مهووس جدا بالسحر الاسود وصنع تاج سحري ملعون بالشياطين. وطبعا كان بيستعبد الناس دي وبيخليهم ان هم يحفروا في الجبل عشان يطلعوا منها معدن نادر جدا اسمه الاترينيوم، ده بيحطه في التاج عشان بيديله قوة كبيرة جدا. وفي واحد من العمال وهو بيحفر في الجبل لقى الاترينيوم دوت، وجه الطفل ده قال له تعالى معايا انا هوديك للحراس عشان يكافئوك. وطبعا لا كافئوه ولا حاجة، دول ضربوه ووقعوه من فوق الجبل علشان هم عالم اشرار. وبدأ الولد ده يمسك الحجر ويشاور بيه للناس ويقول لهم احنا لازم نكون احرار وما نسمعش كلام العالم الظلمه دول. والكلام طبعا ما عجبش الحراس وكان عايزين يحاولوا يقتلوا الولد ده، بس السحرة الاخيار خدوه ودوه المجلس بتاعهم، وادوه فعلا قوة خارقة كبيرة جدا علشان يقضي بيها على الملك الظالم ده. وفعلا راح له هناك وقدر ان هو يدمر البيت بتاعه والقصر باللي فيه، وقضى بيه على الراجل الظالم ده. وهنيجي دلوقتي لمدينة كنداك اللي بيحكمها غزاة أجانب وجماعة من المرتزقة. بعد كده الجماعة دول اللي هنكمل عليهم باقي الفيلم، ولد ومامته ومجموعة من أصحابهم هيبدأوا يروحوا ينقبوا في الصحراء على المكان اللي فيه المقبرة بتاعت بلاك آدم، والمكان اللي فيه التاج الملعون السحري ده. وفعلا بدأوا يطلعوا فوق ويقروا النقوش اللي موجودة على الحيطان. وطبعا البنت دي هتحاول تفك النقوش ده، بس هجم عليهم مجموعة الغزاة دول وقتلوا واحد من أصحابهم، وقالوا للراجل ده هتسكت ولا هنموتك زيه. وفعلا دخلوا جوه وبدأوا ان هم يدوروا عليهم. وطبعا الناس دي بدأوا من الناحية التانية ان هم يدوروا على القبر او يدوروا على التاج ده موجود فين، وبدأت تمشي على النقوش دي لحد ما راحت للمكان اللي فيه التاج. وطبعا كانت مذهولة جدا من شكله، وبدأت تحاول تطلع عشان تمسكه وتاخده معاها في الشنطة. وفعلا قدرت ان هي تحطه في الشنطة ونطت وخدته وحطته في ايديها. لكن وهي كانت بتحطه في ايديها مجموعة الغزاة دول والاشرار هجموا عليهم وضربوا عليهم نار، وقالوا لها لو ما سلمتش التاج احنا هنقتل اخوكي. وفعلا استسلمت، بس بصت في الارض لقت فيه نقوش بدأت تقراها. كانت النقوش دي عبارة عن شفرة سحرية هتطلع بلاك آدم. أول ما قالتها فعلا بلاك آدم طلع من المقبرة بتاعته وبدأ يقتلهم كلهم واحد ورا التاني، وكلهم كانوا مندهشين من القوة الخارقة الكبيرة بتاعته دي. وطبعا اخوه هنا قال لها يلا نهرب خليهم وهم يدعكوا ويضربوا في بعض، لكن بلاك ادم فضل برضه وعجنهم وعمال بيضربهم ويمسك الطيارات ويضربها في بعض ومش همه اي حاجة. وطبعا دمر كل حاجة كانت موجودة في المكان والدبابات والمدرعات وكله. وراح بعد كده مسك صاروخ، كان الصاروخ ده كان صاروخ اترينيوم، اتضرب فيه. طبعا الصاروخ ده اثر فيه جامد جدا والاغمى عليه. راح الراجل ده واخته خدوه وودوه على البيت، وبدأ الراجل الاسمر ده يعرفوا ان في واحد خارج جه، وكانوا خايفين من قوته الخارقه ان هو يأذي الناس. ودول عباره عن جاستس ليج. الراجل ده عباره عن ساحر، وواحد تاني بيكبر وقوي جدا، والبنت دي بتتحكم في قوه الرياح وذكيه جدا. وطبعا الراجل الاسمر اللي ظهر في الاول ده يعتبر قائد الفريق. واخدوا السفينة الفضائية بتاعتهم وجريوا بيها عشان يشوفوا بلاك آدم ده هيعمل ايه. وبدأ بلاك آدم يصحى وهو موجود في بيت الست اللي خدته عشان تعالجه من الإصابة اللي حصلت له. وبدأ فعلا يطلع بره، والناس كلها خافت ازاي في راجل بيطير وبيعمل كده. وبدأ الناس دي يحاولوا يشوفوا خطة كويسة عشان يقضوا بيها على بلاك آدم. وبدأ بلاك آدم يروح يشوف التمثال ده اللي هو طبعا كان حد في الزمن بتاعه، وبيفضل يقول سامحيني سامحيني. دي طبعا قصة هنعرفها بعد كده. وبدأ الراجل ده بينده على بلاك آدم، وآدم بيقول له امشي يا ابني من هنا ده مش وقتك. بعد كده الحراس الأشرار دول ضربوه، بس بلاك آدم جه برضه ورنهم كلهم علقة وقضى عليهم تماما ومبيتفهمش خالص، بيديهم القضية على طول. وبعد كده جه فريق العدالة ده وبيحاربوا بلاك آدم،
ومعترضين على كل حاجة بيعملها عشان هو ما بيتفهمش مع اي حاجة، ده بيقتل على طول. وبدأت بينهم معركة كبيرة جدا لان هم خايفين من غضبه، لان هو بيدمر الحلو والوحش مع بعض ما بيفرقش. وفضلوا يضربوا في بعض جامد جدا ويحدفوا بعض من هنا لهنا. وطبعا البنت دي بقوة الرياح بتاعتها فضلت تتحكم في الحديد وتحدفه على بلاك آدم. وبدأ الرجل العجوز الساحر ده اللي اسمه الدكتور كنت يتحكم في بلاك آدم ويحاول يضربه، لكن بلاك آدم محدش قدر عليه. والراجل ده كبر نفسه وبإيده وراح ضرب بلاك آدم جامد، لكن بلاك آدم قلبه. وبعد كده البنت دي بتقول انتوا عايزين مننا ايه؟ ده بلاك ادم جاي يحررنا من مجموعة الاشرار والاعداء دول. قال لها احنا عارفين مصلحتكم. بلاك ادم مش بيفرق بين الخير والشر في الاخر، ان قوة غضبه كبيرة جدا وما بيعرفش يتحكم فيها. بعد كده البنت دي راحت لبلاك ادم بتقول له ان فريق العدالة عاوز يتكلم معاك. قال لها بس انا في الاخر برضه مش هسمعهم وهعمل اللي في دماغي. وبتقول له ان في اسطورة بتقول انك انت زمان كان قوة غضبك خليتك تدمر القصر بتاع الملك، بالعكس انت دمرت المدينة كلها باللي فيها، بالناس الحلوة والاشرار الموجودين. فهم خايفين ان غضبك وتهورك ده يخليك تدمر كل حاجة، وكان سبب تهورك زمان ان يخلي السحرة دول ياخدوا منك قوتك ويدفنوك في القبر بتاعك. وبعد كده كان الولد ده خد من مامته التاج وراح بيه البيت. واول ما راح هناك لقى كريم عمه واسماعيل ده. قال له اسماعيل ازيك، كنت فين؟ انا كنت فاكرك مت. طبعا اسماعيل طلع خاين وطلع المسدس عشان يضرب الولد ده، والولد كان مذهول، لكن خد التاج وطلع يجري بره واستخبى في الطرقه. وطبعا بلاك ادم قال لهم لا انا مش هتكلم معاكم دلوقتي. والبنت عرفت طبعا في الوقت ده ان ابنها في خطر، وبدأت تقول لبلاك ادم زي ما انقذتنا اول مرة في الكهف اكيد هتعرف تنقذ ابني المرة دي ومش هتتردد في حاجة زي كده. وبدأ ابنها فعلا يحاول الهرب، لكن الحراس بدأ يجروا وراه وكمان بيضربوا عليه نار. وطبعا في اللقطة دي كان بلاك آدم قرب يجي، وفعلا واحد بالعجلة دي خده وكان عايز يهرب بيه، لكن بلاك آدم عرف يحرره ويرجعه من تاني. وبدأ طبعا حرب كبيرة تبدأ من بلاك آدم ومجموعة الأشرار دول. وبدأ هما بالعجلة دول خطفوا الولد وفضلوا يجروا بعيد، وبلاك آدم عمال بيجري وراهم وعمال بيضرب فيهم ويمسك عجلة ورا التانية ويشوف الولد موجود فيها ولا لأ. وبدأ فريق العدالة كمان بيساعده، لكن في الآخر برضه ما لقاهوش. وبدأ الراجل ده الساحر يرجع في البيت، لقى ان اخو البنت دي متصاب ومضروب بالنار، كان اسماعيل ضربه. لكن بلاك آدم مستمر في المهمة بتاعته عشان ينقذ الولد، وفعلا برضو عمال بيضرب في الدراجات النارية دي والموتوسيكلات لحد ما خربها كلها. لكن طبعا كان اسماعيل لئيم وخده في عربية عادية خالص وهرب. وطبعا الراجل ده بدأ يتكلم معاه ويقول له ان مفيش اي اثر للطفل، بس حاول تأسر اي حد عشان نعرف منهم مكان الطفل فين. طبعا بلاك ادم كالعادة ان غضبه هو اللي بيتحكم فيه، خدهم وطار بيهم في السما فوق خالص، وقع واحد عشان التاني يتكلم، والتاني لما اتكلم برضه سابه ووقع. وقال له ان الولد موجود في المناجم الحديدية في الصحراء. وطبعا الراجل الاسمر ده اتضايق جدا من بلاك ادم ان هو كل شويه يموت حد ومش بيسيطر على غضبه، وبدات منهم معركه كبيره، لكن في الاخر اتصالحوا وبداوا بالمركبه الفضائيه بتاعتهم يروحوا المكان اللي فيه الولد ده طبعا، وبداوا يشوفوا فين بلاك ادم. لك طبعا كان بلاك ادم سبقهم وراح المكان اللي فيه المناجم وعمال بيدمر فيه. ولما دخل جوه لقى ان اسماعيل ماسك الولد وبيهدد بلاك ادم، قال له لو قربت انا هفجر دماغ الواد ده، ولازم البنت تيجي وتديني التاج عشان اقدر اسيب الولد. وطبعا عشان هي طبعا بغريزة الام قالت له خد التاج ده بس سيب لي ابني. وفعلا حدفت له التاج وخده، لكن الراجل عشان غدار برضه ضرب طلقة على الولد، لكن بلاك ادم جري على الطلقة ولحقها. بس طبعا كان في اللقطة دي دمر المكان كله باللي فيه، والست فضلت تصوت، كانت خايفة على ابنها، والبيت كله اتدمر بقى عامل زي رماد زي ما انتوا شايفين كده. واسماعيل كمان خد التاج وهرب. وبدأ قائد فريق العدالة يسأل بلاك آدم ويقول له مين هاروت ده اللي كان اسماعيل بيقول انك بكيت عليه؟ قال له ده ابني اللي التمثال اللي موجود في المدينة ده بتاعه هو، ده مش التمثال بتاعي انا.
قال له طبعا ابني ده بعد ما خطفوا الحراس الاخيار ادوله هو القوة الكبيرة جدا، وكان والدي اللي هو بلاك ادم دلوقتي كان من العمال، وطبعا كان عجز ساعتها ان هو يحميه لما كانوا هيعدموه. وطبعا كانت القوة الخارقة في الاول دي ليه، لكن بعد كده الحراس راحوا البيت اللي كان فيه بلاك ادم وقتلوا مراته وضربوا بلاك ادم جامد جدا جدا. وبعد كده جه ابنه، ولما لقاه مصاب اصابة كبيرة كده طبعا قال الكلمة السرية، قال شازام، وطبعا القوة اتبدلت. ابنه رجع تاني صغير ضعيف، والقوة الكبيرة الخارقة راحت لباباه. وطبعا باباه ساعتها بدأوا يحكوا ان هو راح للملك، وطبعا دمروا تدمير كامل جدا بالقصر باللي فيه بالمدينة كمان. فساعتها قوة غضبه دمرت الحلو والوحش الموجود في المكان هناك. وفي اللقطة دي كان قال خلاص كلمة شازام، ورجع ضعيف تاني زي ما هو. فريق العدالة خدوه المخبأ بتاعهم وحطوه زي مكان فيه درنقة كده مية عشان ما يقدرش يقول الكلمة دي تاني ويرجع لقوته الخارقة. من ناحية تانية طبعا اسماعيل دوت خد التاج وبدأ ان هو ياخد قوة الشياطين الملعونة بالسحر الاسود ده، وبدأ يكون قوي جدا جدا. لكن طبعا كان الوحيد اللي هيقدر عليه هو بلاك آدم. لكن فريق العدالة ما استسلمش وراح له هناك، لكن هو طبعا دمر السفينة بتاعتهم وقعها في المية، لكن هم طلعوا منها وبدأت معركة كبيرة جدا منهم. بدأ فريق العدالة والست اللي هي عندها قوة الرياح دي تضربه والقائد بتاعهم، وفضلت في معركة كبيرة جدا بينهم، لكن هم ما كانوش قادرين عليه. وبدأ كنت ده عمل حائط كبير جدا وقال لهم مفيش حد هيخش بعد الحائط ده عشان انا خايف عليكم، ولو دخلتوا كلكم هتموتوا. وفعلا هو بدأ جوه ان هو يبدأ معركة لوحده بينه وبين الراجل الشرير ده. لكن طبعا كان الراجل التاني ده عنده قوة كبيرة جدا، لكن كان كنت بيحاول معاه وفضل يضربه جامد قوي قوي لحد ما خلاص كان هيقرب يستسلم. وبدأ ان هو عنده قوة خارقة ان هو يقدر يكلم حد تاني في حتة تانية، وبدأ يكلم فعلا بلاك آدم وقال له اخرج من الدرنقة بتاعتك اللي فيها المية دي. وفعلا خرج وضرب الحراس اللي موجودين هناك، وفضل يجري يجري ويهرب، وطلع طبعا في المية فوق عشان عاوز يروح تاني المدينة ويقدر ينقذهم. ومن ناحية تانية كان الساحر ده بيحاول ان هو يقضي على الراجل ده، لكن ما قدرش عليه وقتله في الاخر وقضى عليه تماما. طبعا قائد فريق العدالة والفرقة بتاعته راحوا هناك عمالين بيحاربوه، لكن الراجل عن طريق قوته السحرية استدعى الأرواح الشريرة. وبدأت الست دي وأخوها وابنها عمالين بيضربوا فيها جامد جدا، وقالت لابنها انت ممكن تعمل عمل بطولي انك تروح المدينة وتنده على الناس اللي موجودين هناك ان هم يجيبوا عصيان ويجوا يساعدونا ويحرروا بلدهم من الناس الظالمين دول. فعلا الناس سمعوا كلامه وراحوا معاه. وبدأ بعد كده الولد دوت ينده على باباه وقال كلمة شازام تاني، فرجعت لبلاك آدم قوته الخارقة، وفعلا بدأ يرجع المدينة تاني وينقذ الناس ويحارب الراجل الشرير ده، وبدأ يضربه فعلا. وبدأ فريق العدالة يساعده، وجت بعد كده معركة كبيرة جدا بينهم، وبلاك آدم عمال بيمسكه من قرونه عشان عايز يخلعها له. وهنا باقي سكان المدينة طبعا رجعوا هناك على الهياكل العظمية والأرواح الشريرة اللي استدعاها الراجل ده عمالين بيموتوا فيها. وبدأ قائد فريق العدالة دخل ماسورة في ظهره ولبس القناع بتاع كنت، وطبعا هو كان موجود في حتة تانية. وبعد كده بدأ بلاك آدم بقوته الخارقة عايز يخلع التاج من راس الراجل ده. وفعلا وبدأ الناس الموجودة في المدينة خلاص بيقضوا على الأرواح الشريرة دي، وبلاك آدم من الناحية التانية قدر يخلع التاج الراجل وقسم دماغه نصين. وبكده يبقى بلاك آدم قضى على الشر اللي موجود هناك بمساعدة أهالي المدينة وفريق العدالة. وبلاك ادم اتصالح مع القائد بتاع فريق العدالة وبقوا صحاب. وبعد كده بلاك ادم قعد على الكرسي بتاع الملك ده ودمره تماما. قال لهم انتوا هتبقوا الحكام يا شعب المدينة، وانتوا الابطال الحقيقيين فعلا لمدينة كانداك. وبعد كده بدأ بلاك آدم يروح مكان تاني. طلعت له الست دي وعمالة بتهدده، قال لها انا ما تهددش، ودمر السفينة اللي كانت جاية بيها بيتكلموا منه. وطلع له سوبرمان وقال له انا عاوزك في كلمة كده. وبكده يبقى خلص ملخص النهاردة، والى اللقاء في فيديو تاني جديد.